السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم أثر الذكر. إلى من يشاهدني الآن، اعلم يقينا أنك لم تجد هذا الفيديو أمامك فجأة، بل هي رحمة الله التي قادتك إليه لتخبرك بشيء جميل. لعلك تعيش في هذه الأيام ضيقا خفيا، أو تحمل في صدرك وجعا لا تستطيع البوح به، أو تمر باختبار صعب طال صبرك عليه. اطمئن، فالله مطلع على تفاصيل حزنك. لعل دعواتك التي ألححت بها كثيرا قد حان وقت قطف ثمارها الآن، وجعل الله هذا المقطع بشرة خير وبداية لفرجك القريب بإذن الله. اللهم إنا نتجرد من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الاستغفار ليس مجرد طلب للرزق والفرج، بل هو عملية لتطهير للقلب من الذنوب المتراكمة. إن ثمار الاستغفار لا تظهر بوضوح إلا بعد أن ينجلي القلب ويصفى من الشوائب. هناك ظاهرة غريبة يمر بها البعض من المستغفرين، وهي الشعور بالضيق أو استرجاع الذكريات السلبية والمؤلمة عند البدء بالاستغفار. داوم على الاستغفار ولا تتوقف. هذا الألم ليس عقوبة، بل هو بداية الشفاء الحقيقي. الاستغفار يعمل كنور قوي يدخل غرفة مظلمة فيكشف الأوساخ والشوائب التي كانت مخفية لسنوات لكي يتم طردها. قد تظهر مشاعر قديمة مثل التعلق بالأشخاص والخوف أو الحقد لكي يتحرر القلب منها. اعلم أن للقلب ذاكرة تخزن المواقف المؤلمة والظلم، والاستغفار هو الوسيلة لتنظيف هذه الذاكرة وإعادة إحياء القلب من جديد، وكأن الإنسان ولد مرة أخرى. عملية تطهير القلب بعملية صهر الذهب، حيث يتعرض الذهب لدرجات حرارة عالية لفصل الشوائب عنه ليصبح صافيا ولامعا. وكذلك القلب قد يمر بفترات من الاحتراق النفسي أو الضيق أثناء الاستغفار ليصل إلى مرحلة الصفاء. لهذا يجب عدم التوقف عن الاستغفار عند الشعور بالتعب، لأن ذلك يعني أن الاستغفار بدأ يشتغل ويطهر الداخل. عند الإحساس بالكثير من الألم فالجأوا للسجود لله وتكلموا معه بالبكاء وطلب شفاء القلب من الأوجاع القديمة. تذكر أن بهذه المرحلة يأتي الرزق والمتاع الحسن والقوة النفسية. الاستغفار ليس مجرد تكرار، بل هو عملية تنظيف عميقة. وعندما تبدأ بتنظيف مكان متسخ فمن الطبيعي أن يظهر الغبار قبل أن تظهر النظافة. الذكريات المزعجة والكوابيس ليست انتكاسة، بل هي فضلات النفس والقلب التي بدأت تطفو على السطح لتخرج نهائيا. النفس التي اعتادت الغفلة تقاوم هذا الضياء الجديد وهذا الضيق
هو الدليل على أن الذكر بدأ يحدث تأثيرا حقيقيا ويهز أركان الظلام في الداخل. ما تمر به ليس عقابا، بل هو أعراض انسحاب الأوجاع من الروح. لا تتوقف لأنك تتألم من الداخل، بل استمر حتى يصبح قلبك صافيا مطمئنا. تذكر أن الله إذا أراد أن يسكن قلبا طهره من كل ما سواه، والضيق الذي تشعر به هو صوت تحطم القيود القديمة، فلا تتراجع. واعلم أن الاستغفار ليس مجرد عدد، بل هو رحلة هروب من الضيق إلى رحمة الله. إلى هنا تنتهي رحلتنا اليوم. لا تنسوا الاستغفار دائما وأبدا، وشاركوني قصصكم الملهمة مع الدعاء والاستغفار والقرآن في التعليقات، لعل قصة واحد منكم تكون سببا في أمل لغيركم. اللهم إنها ليست بقوتي بل بقوتك، ولا بحكمتي بل بحكمتك، ولا بقدراتي بل بعظيم قدرتك. يا رب، ما كنت لأقوم لولا أنك أقمتني، ولا لأصبر لولا أنك صبرتني، ولا لأهتدي لولا أنك هديتني. أنت سندي حين تميل روحي، وأنت جبري حين ينكسر في ما لا يراه أحد. اللهم إن ضعفت فذكرني أنك القوي، وإن تهت فدلني عليك، وإن خفت فاملأ قلبي طمأنينة بك، وإن ضاقت بي نفسي فوسعها بك، وإن تقلت علي أيامي فخففها بقربك. ولا تجعلني أرى في عطائك إلا الرحمة، ولا في منعك إلا لطفا خفيا. فبك أبدأ وبك أستمر وبك أبلغ، وما أنا إلا عبد يطمئن بك ويستند بك ويرجو النجاة بك. اللهم يا من أجبت دعاء المضطر إذا دعا، وكنت ملجأ حين تضيق بنا الدنيا، كما شفيت قلبي وأرشدتني لهذا الطريق، اشفي كل قلب متعب يشاهدني الآن. اللهم من بكى سرا وضاق صدره فاربط على قلبه كما ربطت على قلبي. اللهم لا تجعل تعلقنا إلا بك، ولا رجاءنا إلا فيك، واجعل كل ألم مررنا به طريقا يقودنا إليك، وأثرا يبقى بعدنا خالصا لوجهك الكريم. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.